استقبلت صحاري ومدن أقاليم جنوب المملكة المغربية ونواحيها في ساعات صباح اليوم الثلاثاء 14 من فبراير الجاري تساقطات مطرية غزيرة بعد مدة طويلة من الانتظار لساكنة هذه المناطق. واستبشرت ساكنة عاصمة أقاليم جنوب المملكة مدينة العيون خاصة خيرا بالتساقطات الهامة التي تهاطلت على المدينة ونواحيها، وذلك بعد الجفاف الذي خيم على مختلف أرجاء المملكة بسبب تأخر الأمطار. بوابة الصحراء المغربية مدينة كلميم شهدت هي الأخرى أمطارا غزيرة حركت معظم الوديان والسهول المحيطة بها، خاصة واد العشار الذي بدا ممتلأ عن آخره في حالة لم يظهر عليه ذات الوادي منذ عديد السنين. في ذات السياق، تداول كسابة صحراويين لتساقطات مطرية غزيرة بقصى جنوب البلاد وتحديد بالمناطق والبوادي القريبة من مدينة أوسرد بالنفوذ الترابي لجهة الداخلة وادي الذهب. وشهدت مدينة طنطان والوطية وطرفاية والسمارة تساقطات مطرية مماثلة بعد أن شهدت الأسابيع الماضية رياحا قوية محملة بالغبار تحول لاحقا إلى سماء ممطرة.